السلام عليكم. شباب كتيره بتسالني على ان الكويت فتحت ولا لسه، وبصراحه في شباب كتيره مهتميه بالموضوع ده، والكلام اللي انا هقوله في الفيديو ده من باب التفاؤل. ربنا يسهل ويكون الامور فيها خير. في البدايه كده انت عشان تيجي الكويت اول حاجه لازم تكون عاملها ان انت يكون معاك جواز ساري لمده سنتين، يعني ما يكونش اقل من سنتين. تاني حاجه اللي انت يكون معاك موقف من التجنيد، موقف واضح، تكون انت مقضي خدمه العسكريه او معاك ما يثبت اللي انت قضيت الخدمه او ان انت معاك تاجيل لفتره طويله. في شباب كتير بتبقى واخده تاجيل اللي هي اقل من سنه، ده ما ينفعش. عشان تخش الكويت فانت لازم يكون سنك معدي ال 21 سنه ومعاك موقف من التجنيد واضح. الحاجه الاهم بقى من دول ان الكويت هنا متقسمه لاكتر من حاجه، يعني اللي انت عشان تيجي تشتغل هنا في الكويت اول حاجه اللي احنا بنسميها في مصر اللي هي الفيزا الحره، وده هتكلم عليها بعد شويه. والحاجه الثانيه اللي انت بتيجي هنا على شركه، يعني شركه بتجيبك من مصر وبتشتغل عندهم، فدي اسمها على شركه او عقود حكوميه. الحاجه الثالثه اللي هي الفيزا التجاريه اللي هي مدتها شهر واحد. الحاجه الاخيره بقى اللي هي الالتحاق بعائل، يعني شخص مقيم هنا في الكويت يقدر يجيب اسرته هنا في الكويت، وطبعا دي لها شروط. والحاجه الاخيره اللي هي الزياره العائليه، يعني شخص بيكون هنا بيجيب اقارب ليه من الدرجه الاولى، يعني اخوه او والده او والدته او حد مقرب ليه من الدرجه الاولى. الحاجات اللي ينفع تخش بيها الكويت. طبعا لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه ده الكويت لسه ما فتحتش، طبعا في كلام وفي اخبار بتطلع، بس لحد الوقت اللي انا بكلمك فيه ده لسه ما فيش خبر رسمي ان الكويت فتحت. وان شاء الله لو فتحت اكيد هنزل على الصفحه بتاعتي واقول لك ان الكويت فتحت. المهم بقى اللي انا عايز اتكلم فيها اللي هي موضوع الفيزا الحره. الفيزا الحره دي يا جماعه بيبقى موضوع عشان بس ما حدش يضحك عليك، بيبقى شخص فاتح شركه وبيطلع عليها فيز ثم بيبيعها تجاري، ثم الناس تيجي هنا ما تلاقيش الشركه شغاله فبيسيبك تشتغل بره. والموضوع ده بالنسبه لهنا بقى صعب جدا. في الاول كان ممكن ناس كتير بتعمل ده، بس في الوقت الحالي بقى صعب جدا ان انت تشتغل. طبعا انت كده بتكون مخالف للقانون، فلو اتمسكت في اي شغل خارج الشركه اللي انت جاي عليها ففي الوقت ده انت ممكن تتصفر فيها وعليها غرامات كتيره جدا. فالموضوع بقى الشركه اللي انت بتيجي على الشركه بتكون بتدق لك الاقامه وبتشتغل عندهم وبتوفر لك فرصه العمل وبيوفروا لك السكن وبتفضل اقامتك عليهم. يعني حتى لو الشرطه اتكلمت معاك او في يوم من الايام يكون حد قابلك فانت يكون معاك الاقامه على الشركه اللي انت جاي عليها من مصر وشغال فيها. اي حد بقى يكون شغال في مكتب سفريات يقول لك هطلعك زياره عائليه وخليك تشتغل في الكويت، ده بيضحك عليك وبينصب عليك. ان الزياره العائليه قارب الدرجه الاولى بس، واسمها زياره عائليه يعني ما ينفعش تشتغل بيها. وحاليا في غرامات كبيره جدا على اي شخص يجي الكويت لو الزيارات فتحت واتمسك بعد الاقامه بتاعت الثلاث شهور بتاعت الزياره خلصت. يعني لو عدت الثلاث شهور بتاعت الزياره وهو لسه موجود في الكويت عليها غرامه 5000 دينار وتقريبا او سنه او سنتين حبس. فالموضوع بقى فيه غرامات كبيره جدا عشان بس ما حدش يضحك عليه ويقول لك هطلعك زياره في الكويت وهخليك تشتغل. موضوع الفيزا الحره اللي احنا بنسميها حره، افترض ان حد هيعرف يدخلك هنا الكويت بالفيزا دي، طبعا بتكون غاليه جدا. التجار بيغلوها ومكاتب السفر بيغلوها جدا، عدي ال 200,000 جنيه وال 250,000 جنيه. طيب نفترض ان انت عرفت تيجي في الفيزا دي، عشان بس في ناس كتير هتقول لك ما تروحش شركه حد فينا عارف قدراته وعارف امكانياته. انا واحد ما عنديش مهنه، ما عنديش مؤهل عالي وهاجي فيزا حره. نفترض ان هاجي فيزا حره هشتغل في اي دوام مثلا هاخد 200 من 200 ل 250 دينار مثلا، عليا سكن منها وعليا مصاريف الشخصيه منها، يعني هنقول بالاقل خالص نقول 70 دينار. هيتفضل معاك 180 دينار بعد مصاريفك الشخصيه، وغير الاقامه. الفيزا اللي انت بتدفع ثمن الفيزا اول ما بتيجي جديد بتكون دافعها قبل ما تخش البلد. انا شخص معيش مهنه ومعيش مؤهل عالي فهشتغل في المهن اللي هو عماله في اي مكان، يعني هتلاقي الراتب اللي انت بتوفره ما يقارب الراتب اللي انت ممكن تاخده في فيزا على شركه وبتكون جاي على الشركه بفلوس رمزيه. فانا ما برجحش موضوع الفيزا الحره. واحد تاني بقى معاك مؤهل عالي، فانا بقول لك من الوقت الحالي ابدا اشتغل على نفسك وخد لك كورس اتعلم لغه عشان خاطر هتساعدك جدا هنا في الكويت. انت شخص معاك مهنه كويسه هتعرف تلاقي نفسك هنا، فانت دور على شركه فيزا اهليه تيجي تشتغل عليها هنا عشان تعرف تقضي مصلحه. طيب انت شخص معكش مهنه ومعكش مؤهل ومعكش حاجه تشتغل بيها، فانا بفضل لك ان انت تيجي على شركه تلاقي شغل. اول ما بتنزل البلد بتعمل لك اقامه، بتنزل معاهم شغل، بتلاقي نفسك بالسرعه شويه اشتغلت ونزلت شغل. وطبعا الارزاق بايد ربنا، بس انا بقول لك على الحاجات ان ما حدش يضحك عليك ويقول لك ادفع فلوس وتعالى حر وانت عارف امكانياتك ان انت ما عندكش الحاجه اللي تشتغل بيها. فالافضل ليك انت تيجي على شركه. الكويت من الدول المحترمه جدا، وانا قسما بالله بقول الكلام ده مش عشان خاطر انا في الكويت، انا بقول لك انا في الكويت اديلي تقريبا 5 سنوات، بقول لك بلد محترمه جدا. جاي تسترزق وتاكل عيش ربنا هيكرمك وهتشتغل. جاي الحاجه تانية بقى مش هتعرف تكمل هنا في الكويت، والعمر بتاعك هنا في الكويت مش هيطول، وهتلاقي نفسك في اقرب غلطه هتعملها هتلاقي نفسك اتصفرت. طبعا في حالات فرديه بتحصل زي ما بتحصل في اي دوله في العالم، بس انا بقول لك هنا لو انت جاي تاكل عيش هتشتغل وهتلاقي نفسك فتحت بيتك. لو جاي عايز تعمل شقتك ربنا يرزقك وهتشتغل وهتلاقي نفسك جيت هنا بفايده ما جيتش وخلاص.
ربنا يوفقكم جميعا، وربنا يوفق اي حد عايز يسافر في اي مكان. بس انا بقول لك على الحاجات اللي بتحصل هنا في الكويت لحد الوقت اللي انا بكلمك في ده، مفيش حاجه فتحت رسمي، بس احنا بنقول الكلام ده من باب التفاؤل ان ربنا يسهل ويكون ان شاء الله في خير الفتره الجايه. جهز اوراقك واعمل الحاجات اللي انا قلت لك عليها، وشوف انت امكانياتك ايه، وشوف نفسك انت هتيجي تشتغل هنا ايه، عشان ما تلاقيش نفسك ان شاء الله الدنيا فاتحه وتلاقي نفسك انت مش عارف تشتغل ايه ومش عارف تسافر على ايه. عايز حد يضحك عليك ويقول لك هات فلوس من دلوقتي عشان خاطر الكويت هتفتح وادخلك الكويت، ما تدفعش لاي حد فلوس غير لما الكويت تفتح رسمي وتمسك اول ورقه اللي هي سمه الدخول، اللي اول حاجه بناء عليها بتطلع لك الفيزا. ربنا يوفقكم جميعا، وربنا يصلح الحال، وربنا يرزق كل شاب بيسعى على لقمه عيشه، وربنا يوفقك في اي مكان تروحه. السلام عليكم، اشوفكم على خير.